السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هتكلم على فير اند لافلي اللي هو الاماراتي. اماراتي او موجود او صنع في السعودية ولا مغلف في السعودية، حاجة زي كده. يعني هو سعودي واماراتي الاتنين مع بعض. قبل ما اتكلم عنه، اللي لسه مشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل جديد انزله يجيلكوا على طول. اول حاجة، انا عمري في حياتي ابدا جربت الفير اند لافلي، عمري في حياتي. لان انا بشوف ان الناس اللي مثلا بتجيلنا الصيدلية بتقول مثلا هي بتستخدم الفير اند لافلي، بس مش بحس ان بشرتهم للاسف يعني بتغمق اكتر. وهم بيقولوا لي مثلا في هنا احنا جربنا فير اند لافلي وبشرتنا للاسف غمقت اكتر. فانا نصيحه، يعني انا بنصحهم ان هم ما يستخدموش الفير اند لافلي اللي هو المصري مش حلو خالص. للاسف بيغمق البشره اكتر ما هي غامقه، يعني بيغمق لك بشرتك، وفي نفس الوقت بيخلي بشرتك تطلع حبوب تحت الجلد، وفي نفس الوقت بيخليكيش مفيهوش حماية من أشعة الشمس. فاهمين؟ فير اند لافلي المصري للأسف وحش قوي 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 قوي. فمنصحش البنات اللي هي حابة تجرب فير اند لافلي تجربوه. انا عن نفسي ما جربتهوش الصراحه، بس من الناس اللي بتجي لي الصيدليه، فانا شفت ان هو ما نفعش. فحبيت ان انا اجرب اللي هو الاماراتي. يعني اول حاجه الصراحه هو حلو عجبني. هو غالي شويتين، مش عارفه كام بالظبط بصراحه والله. بس الميزه اللي فيه ان هو بصوا، الميزه اللي فيه ان هو حلو. يعني هقول لكم ازاي. بصوا استنى، انا عايزه حته صغيره عشان خاطر مش عايزه اعمل ايديا كلها. بصوا، اول حاجه هينفع لكل انواع البشره، عشان خاطر مش تقولوا ده كريم ما ينفعش للبشره الدهنيه، لا بالعكس، هينفع معاكي لان البشره بتمتصه. يعني ادي البشره امتصته، وادي ايدي التانية. بصوا الفرق، شايفين؟ بصوا الفرق من هنا ومن هنا. بيدي تفتيح الصراحة، بيدي نضارة الصراحة، بيدي بيعمل لك حماية من أشعة الشمس، بيخلي البشرة مرنة، يعني اهي ناعمة. بيخلي ما بيخليش فيه يعني مجيرة. فاهمين؟ مش بيخليكي مجيرة في نفس الوقت. مش انا صراحة يعني زي ما انا لا افتحيت ولا اسمريت، زي ما انا في النص. يعني هما بيقولوا بيفتحك هنا زي ما مكتوب بيفتح. اعتقد صنع في الامارات العربية المتحدة في عناية الشخصية دبي، يبقى هو اماراتي. هنا بيقول ان هو بيفتح اكثر اشراقا. هنا بصوا بيساعد على ازالة بقع الوجه والعلامات. انا الصراحة ازالة البقع والعلامات بتاعت الوجه دي ما حصليش حاجة. انا عندي حبوب للاسف بتطلع لي، فما لا ما بيشيلش الحبوب، ولا بيشيل البقع الداكنة، ولا بيعمل اي حاجة. هو جاست بس ان هو كريم بيفتح معاكي، يعني كده بيفتح، بيدي حماية. لو انت عايزة تحطي فوقيه سان بلوك، ممكن تحطيه مثلا هو اول بعدين سان بلوك، او هو بعد السان بلوك، زي ما انت عايزة. لو انت بس هو عجبني فكرته. يعني انا كنت حابة، يعني نفسي ان انا اجرب فريند لافلي، بس ما حبيتش خالص المصري. فاول ما شفته الصراحة على الجروب واحدة فقلت لازم اجربه. فهو الصراحة يعني من اللي انا شفته في المصري
احسن من مصر بالكتير بكتير بكتيره. فنصيحة اللي حابب مش هنصح حد، لا اللي حابب يجرب فير اند لافلي اللي هو الاماراتي، هسيب لكم اللينك بتاعه على تحت في الديسكريبشن، عشان خاطر اللي حابب يجرب، لكن اللي مش حابب ما يجربش براحته. بس هو انا كنظريتي انا الصراحة عجبني، بيفتح البشرة فعلا، وفعلا بيخلي البشرة مرنة، ويعني بيعززها كده مرونة كده. فانا حبيته الصراحة اللي هو الاماراتي. لكن المصري لا ما جربتوش. في ناس بتشكر في المصري، بتقول التركيبة الجديدة غير التركيبة القديمة. انا ما بعترفش بالحاجات دي، هو طالما حاجة واحدة يبقى حاجة واحدة، لكن كتركيبة اتغيرت لا ما بعترفش بالحاجات دي. ده كان فيديو النهارده، معلش هو فيديو قصير بس حبيت ان انا اتكلم عنه لانه مهم جدا. في بنات كتير قوي 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 بتستخدم فير اند لافلي المصري، للاسف يا جماعه بيبقع البشره، بيسمر البشره، بتسمر جامد، بيطلع حبوب وبتعمل مشاكل كتير في البشره، وفي الاخر بتروح الدكاتره تدفعوا قد كده عشان تعالجوا البشره من كريم ب22 جنيه. طبعا هو المصري الكبير ب22 جنيه، عشان خاطر 22 جنيه يعني تفتحوها وتدفعوا قد كده عشان تبوظوا وشكم. ده كان فيديو النهارده، صدعتكم معايا، توحشوني، باي باي.